في تقرير سامر العمورابي. أنهى الهلال السوداني تدريباته لمواجهة سموحة المصري وسط اهتمام إداري ملحوظ واجتهادات فنية كبيرة لمدربه التونسي نبيل الكوكي في معالجة ظاهرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى. ويأمل المدرب في تواجد أكبر عدد ممكن من الجماهير ومؤازرة اللاعبين من البداية وحتى النهاية. أنا نحب نشوف 30 ألف مشجع مش متفرج، لأنه ثم فرق كبير بين المتفرج والمشجع. المتفرج هو يشاهد والمشجع هو يشجع الفريق من أول دقيقة لآخر دقيقة. كما شفت جمهور الهلال الحقيقي مباراة سانغا، كان جمهور تقريبا مثالي في التشجيع إلى آخر دقيقة، والحمد لله كانت النتيجة تبعت، لأنه اللاعبين في وقت من الأوقات معناها يحتاجوا إلى دعم جماهيري كبير. الفرقة الزرقاء تدخل المواجهة الثانية في دوري أبطال أفريقيا بمعنويات عالية بعد الخروج بنقطة غالية من ملعب مازيمبي، ويسعى اللاعبون إلى تحقيق الفوز في ملعبهم. نتطلب احنا كلاعيبه الشعب السوداني وجمهور الهلال يقفوا معنا في هذه المباراة، وهذه المباراة مباراة قوية تتطلب مننا احنا جهد وعطاء ان شاء الله عشان نحقق الثلاث نقاط ونكون في صدارة المجموعة ان شاء الله. الطرف الآخر سموحة وصل إلى الخرطوم مساء الخميس وأجرى 3 تدريبات حيث يتطلع إلى مفاجأة الهلال في أرضه. ماتش صعب علينا وعلى الهلال، خاصة ان احنا دايما بنيجي بنلعب خارج مصر ناقصين 5 أو 6 لاعبين. الماتش صعب، لكن احنا تعودنا لعبنا ضد ليوبار، لعبنا ضد انيمبا، ولعبنا ضد اهلي طرابلس والمغرب التطواني، فاللعيبه خدت خبرات من خلال ال4 مباريات اللي لعبناهم في افريقيا على ملعبنا و4 مباريات بره. اعتقد ان احنا خدنا خبره بما فيه كفايه. مواجهة قوية في ملعب الهلال تجمع بين الخبرة والطموح. الفرقة الزرقاء تستهدف الحصول على النقاط ال3 وتحقيق فوز عريض على سموحة المصري هنا في ملعبها ووسط أنصارها من أجل الوصول إلى النقطة الرابعة لحساب المجموعة الأولى. سامر العمرابي، بي إن سبورتس.